100,000 جنيه. ايوه انت سمعت صح، 100,000 جنيه سعر رسمي زياده على جميع تويوتا راش اللي العربيه العاليه اللي تحس انها ربع نقل بس مقفل عليها بادي. هي فعلا ربع نقل بتاعت الهايلوكس بس حاطين عليها بادي اكنها 7 سيت وكده. ايوه 680,000 جنيه. العربيه اللي كانوا بيدللوا عليها ب 200 وب 185 النهارده وصلت 680,000 جنيه. صباح الفل، عندي اخبار زي الزفت. زيادات سعريه جديده على اسعار تويوتا. توكيل تويوتا ايجيبت صحي النهارده الصبح قال لك الدولار رفع يا حماده اما نرفع اسعار العربيات اللي هي اصلا مش بايعه اخر 6 شهور 100,000 جنيه. ايوه انت سمعت صح، 100,000 جنيه سعر رسمي زياده على جميع فئات تويوتا كرولا 23 الزيرو. تصبح الفئه الاولى ام الطاسه 575,000 جنيه. ده السعر الرسمي 600. ارجع ورا شويه، حاضر. توكيل تويوتا النهارده صحي الصبح ورفع اسعار العربيات كلها 100,000 جنيه على جميع الفئات. من الفئه الاولى ام طاسه بتصبح 575,000، الفئه الثانيه بقت 620، الفئه الثالثه سمارت 650، الثالثه بفتحه سقف تزيد 20,000 جنيه عشان فتحه السقف بقت 670,000 جنيه. والله اسعار جميله جدا الحقيقه يعني. الحقيقه كورولا جي ار ب 735. انا مصور كورولا جي ار على فكره من حوالي سنه وشهرين ثلاثه ولسه ما نزلتش الفيديو، كان في التوكيل بتاعها. العربيه ساعتها كانت بتروح في حوالي 380 390 حاجه زي كده اهو. هنزل فيديو قريب ان شاء الله وبقول السعر فيه. ما كنتش متخيل ان خلال سنه هتنط حوالي 350,000 جنيه تاني. ننزل تاني، ايوه. وكرولا إليجانس توب لاين بقت ب 700,000 جنيه. اما تويوتا بيلتا العربيه الرخيصه بتاعت الغلابه اللي هي سوكي سياس بس ما تقولش لحد، زادت 50,000 جنيه في الفئتين زادت 50,000 جنيه في الفئتين بتوعها لتصبح الفئه الاولى ب 410,000 والفئه الثانيه ب 460,000 جنيه. طبعا مش محتاج اقول لك دي الاسعار الرسميه اللي موجوده. احترامي الكامل لبعض ناس خبراء سيارات بيقولوا ان الاسعار هترخص في شهر يناير. اي هوب. وعلى فكره انا مش فرحان، انا زعلان، عشان في ناس بتقول لي انت فرحان اسعار بتغلي. لا انا زعلان جدا. اهو ازعل اكتر من كده؟ انا متضايق جدا. ديسلايك ما تنساش ديسلايك، اصل الاخبار دي ما بتقالش عليها لايك يعني. اما تويوتا روميون اللي هي 7 سيت اللي هي سوزوكي ارتيجا بس ما تقولش لحد برضه، زادت 50,000 جنيه في الفئتين بتوعها. تصبح الفئه الاولى ب 440,000 والفئه الثانيه ب 475,000. كمان تويوتا راش اللي العربيه العاليه اللي تحس انها ربع نقل بس مقفل عليها بادي. هي فعلا ربع نقل بتاعت الهايلوكس بس حاطين عليها بادي اكنها 7 سيت والكلام ده. تقولش لحد. زادت 80,000 في الفئتين بتوعها لتصبح الفئه الاولى ب 520,000 جنيه والفئه الثانيه ب 550,000 جنيه. داينامكس يسكت. ايه داينامكس ده وكيل فيات في مصر. قال لك الله يعني توكيل تويوتا يرفع وانا يعني ابن البطه السوداء؟ طب والله انا رافع انا كمان 50,000 جنيه يلا عشان اللي فيات تيبو التوب لاين توصل 680,000 جنيه. ايوه 680,000 جنيه. العربيه اللي كانوا بيدللوا عليها ب 200 وب 185 النهارده وصلت 680,000 جنيه. عشان تصبح الفئه الاولى في فيات تيبو 550 600 650 دي السيدان. هتقول لي امال فين ال 680 يا حماده؟ انت مزود 30,000. تيبو هاتش باجي بقت ب 600 و680. كذبتش انا عليك في حاجه؟ بس كده اراكم قريبا في اخبار زي الزفت تاني عشان خاطر العربيات هترخص شهر يناير ان شاء الله. بس طول بالك والحياه تبقى حلوه والعربيات هتوفر وهيدللوا على العربيات وخليها تصدي وخليها تخلل وخليها علينا. والسلام عليكم.